اولا انا مبسوطه جدا ان في فئه شباب بتحاول وبتعمل كتب جديده، ويعني كلنا شباب زي بعض فبنحاول في حاجه تفيدنا كلنا. في الثقافه اولا، ده اهم حاجه في حياتنا. الكتاب ده على حافه المدينه، هو بالصدفه دلوقتي انا اعرفه دلوقتي، فالاسم جامد قوي. من المعرفه دي اكيد هو عامل حاجه عظمه جوه الكتاب ده. يلا بقى يا تيتو. دي مجموعة قصصية فيها 30 قصة بتحكي عن قضايا مجتمعية بشكل درامي، زي العنف ضد النساء في المجتمع المصري. هو موجود بطريقة كبيرة، وعمالة الأطفال بشكل قهري، وتسول كبار السن والمحافظين، الناس اللي مهمشين في المجتمع اللي عايشين على حافة المدينة معانا. بس دي الفكرة. طب لقيت صعوبه في النشر؟ لا، عشان أنا نشرت قبل كده مع نفس الدار كتابي الأولاني كواليس. دي برضه مجموعة قصصية فيها 21 قصة. دي كانت بتحكي عن كواليس الحاجات قصص اللي بتحصل في مصر، مش أصلا مصر مسرح، بل حاجات ليها علاقة بالمسرح والتمثيل. حلو قوي، ربنا يوفقك.